الخير متابعيني الحلوين، صباح الخير على عيونكم الحلوة. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وهي طريقة البانية. راح نسوي المرقة مال البانية زين. وهسه بدينا وياكم اول خطوة. عندي نص كيلو لحم قطعته وياه ليه، وحطيت هنا دهن وبصل وجاي نحمس باللحم. هذا شوف اللحم حمسناه بهالطريقة هاي، حمسناه خليه شوي ياخذ حمسه وندير له مي حار ونخليه يستوي على درجة حرارة هذا على كيفه لمين يستوي. تابعيني هاي الخطوة. حمسنا اللحم، هسه حمسنا اللحم بهذا الشكل. شوف اللحم شلون حمسناه بهذا الشكل اللي وياه. هسه راح نضيف المي حار، فورون المي حار. هذا المي راح نضيف المي ونخليه على درجة حرارة هذا على مود اللحم يستوي عندنا. متابعيني الاكلات العراقيه طيبه مثل البانيه مثل الدومه، هاي اكلات معروفه عند العراقيين يحبوها وهي هم تغذي الجسم. هاي شوفوا متابعيني خلينا اللحم بهالطريقه وهسه خليه يستوي. هسه متابعيني راح نغسل التمين. عندي 3 جلاسات من التمين، هذا راح اغسله غسل زين وانقعنه ونرجع نكمل المرقة عندنا مع البانية. هذا التمن هندي، احنا ناكل التمن البسمتي الياسمين الهندي. لازم نغسل التمن غسل زين حتى تطلع الريحة والخمخمة مالت التمن. احنا نغسله زين. هذا نقعنا التمن، قعمتها وغسلتها غسل زين. حطينا راح نحمس الثوم. اول ما نحمس الثوم حطيت القدر حطيت فيه زيت، وهسه عندي كم راس ثوم قرني. شوفوا متابعين حمسنا اعطيه حمسه زين الثوم حتى تطلع الريحه مالته تصير طيبه بالبانيه. حمسه زين خليه شوي ينحمس. شلون انحمس؟ شوف شلون طالع حمسه حطيناه حلوه. هسه راح نحط البانيه، نحمس البانيه، نقلب البانيه ونخليها تنحمس. تابعينا هسه رجعنا لكم راح نطبخ التمن وياكم. حطينا زيت، احترق شويه الزيت. راح ندير التمن، راح نعطي شويه حمسه حتى حبات تفضل واقفه. بس راح ندير المي حامي. دائما التمن الهندي متابعيني يحب الماي، بس يعني حسب المقادير، مو ما يكتفون حيل. هسه الملح حسب الرغبة، الملح حسب الرغبة. هذا اللي احنا نخليه يتهدى. الحين حطينا هذا القدر وراح نحط المعجون. حطينا بيه زيت، حمسنا خلينا الزيت يتفرقع وراح نحط المعجون نحمسه بالزيت. نعطيه حمسة زينة. نعطيه حمسة زينة. المعجون قلنا المعجون دائما احنا نحمسه. انا دائما احمسنا على مو تطلع الزفرة مالته. البانيه واللحم ونطبق عليه. نضيف الملح قلنا حسب الرغبة. اكو ناس تحبه مالح، اكو ناس تحبه. احنا هاي الكمية كافية. هسه نخليها تستوي. هذا الشكل النهائي، وهذا غدانا وسهمنا وسهمكم العافية. ارجو من عندكم ان تساعدون الفيديو وتفعلون الجرس، واستودعكم بامان الله.